أنتم أهل الحل والعقد في الحجاز كله. لقد طلب الخليفة أبو جعفر المنصور لقاءكم لتجددوا بيعتكم لولده المهدي وليا للعهد. لقد بايعناه بالفعل، فما الذي يدعو لتجديد البيعة؟ هكذا طلب الخليفة قبل أن يخرج إليكم، فما تقولون؟ نجدد بيعتنا للمهدي وليا للعهد. وأنت يا شيخ فارس؟ أنا أبايع المهدي وليا للعهد. وأنا حسنا، كلكم يبايع المهدي بولاية العهد ويعاهد الله على الوفاء له ولا يختلف أحد. أجل. حسنا، أستأذن في إبلاغ الخليفة بالأمر حتى يخرج إليكم ويشكركم. أمر عجيب، أهناك خلاف على ولاية العهد حتى يطالبنا الخليفة بتجديد البيعة؟ ربما دفعه حبه لولده، أراد أن يستوثق أن الأمر صائر إليه. على أي حال سوف نعرف ما يقصده المنصور حينما يخرج الربيع ويتحدث إلينا. يا أهل الحل والعقد، وجدت المنصور وقد أخذته غفوة من النوم، فأشفقت أن أوقظه. انتظروا بعض الوقت حتى يصحو ويخرج إليكم. ما الأمر يا ربيع؟ تطلبنا على وجه السرعة لنبايع المهدي أمام المنصور، ثم حين نحضر تخبرنا بأن المنصور نائم؟ أرهق نفسه في رحلة الحجاز فأخذه النوم بعد الوقت. صارحنا بالأمر، ما الذي تدبر له يا ربيع؟ أنا لا أدبر شيئا. انظروا من فتحة الخيمة، ترون المنصور بكامل ملابسه وقد تهيأ للخروج إليكم قبل أن يغلبه النعاس. قوموا يا رجال ليتبين ما يقوله الربيع. ولكن بالله عليكم انظروا من بعيد حتى لا توقظوه من غفوته. الناس بايعوا المهدي لولاية العهد، وهم ملتزمون بمبايعته أميرا للمؤمنين خلفا لأبيه المنصور. ولا عبرة لمن يقولون أن الحكم لا يورث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وورث سليمان داود. المهدي غارق في الشهوات والملذات، بعيد عن منهج الله في الحكم. والله لا أبايعه خليفة ولو كان السيف فوق رقبتي. سمعت أن المهدي كان لديه 1000 جارية في قصره. لو أعطى كل جارية ساعة في الشهر، فما الذي يبقى من وقته ليفكر في أمور الناس ومصالحهم؟ ما هذا الذي فعلته يا ربيع؟ فعلت ما يفرضه الوفاء للخليفة المنصور والولاء لولده المهدي. بلغني أنك ألبست أبي ثيابه بعد موته وأجلسته في مكانه بالخيمة بحيث يراه الحاضرون من بعيد. أردت إيهام الحاضرين بأن الخليفة لا يزال حيا حتى يجدد لك البيعة. لو عرفوا بموته لترددوا في الأمر. وما الذي يدفع إلى التردد؟ تعلم يا أمير المؤمنين أن الطامعين في الخلافة كثيرون وأعوانهم منتشرون، وربما أغراهم موت الخليفة المفاجئ أن يتحللوا من بيعتهم، ولذلك أردت أن أؤكد لك البيعة في حياة الخليفة المنصور. ولهذا فعلت ما فعلت؟ كنت أخلص الرجال للمنصور، وأريد أن أكون مخلصا لك يا أمير المؤمنين. أخلص الرجال للمنصور من يرعى حرمته بعد موته، فلا يلبسه ملابسه ويعرضه للناس على أنه حي. من لا يرعى حرمة الأموات لا يرعى حرمة الأحياء. حسبت أنني فعلت ما يرضيك.
بل فعلت ما يرضي طمعك للسلطان ويحقق هدفك في البقاء وزيرا للخلافة. إنني أريد أن أخدمك كما خدمت أباك المنصور. لولا أنني أذكر لك ما قدمت من خدمات للخلافة لأنزلت بك أشد العقاب، ولكنني أترفق بك وأكتفي بأن أحرمك مما خططت له. اذهب يا ربيع، اذهب، ولا شأن لك بعد اليوم بالخليفة والخلافة. ما الرأي يا إمام مالك في من يرفض المهدي خليفة للمسلمين ويرى أن تكون الخلافة لغيره؟ الخلافة لمن تمت له البيعة. وإذا كان غيره أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر التزاما بسنته، بينما هو غارق في اللهو والطرف. علينا أن نرده بالنصح، لكن الطاعة واجبة لولي الأمر البر والفاجر. كيف يا إمام؟ حرصا على مصلحة الجماعة واتقاء للفتنة، فظلم ساعة خلال الفتنة أشد من ظلم حاكم طوال حياته. وكيف يتم إصلاح الجماعة إذن؟ الإصلاح يبدأ منا. إذا انصلحت أحوالنا انصلح حكامنا، وكما يقول صاحب هذا المقام عليه أفضل الصلاة والسلام: أعمالكم عمالكم، وكما تكونون يولى عليكم. يا إمام، يقول الحق في تنزيله العزيز: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يا أخي، قاتل المسلمون الأوائل حتى لا تكون فتنة وكان الدين كله لله. أما الذين يقاتلون بعد أن قامت دولة الإسلام فإنما يريدونها فتنة تضعف المسلمين وتذهب صحيح الدين. كم آسف على وفاة الخليفة أبي جعفر المنصور بقدر ما أفرح لولايتك. أما انتهت وفود المعزين يا يعقوب حتى ننظر في أحوال الناس؟ لم يبقى غير الشاعر أبي دلامة يريد أن يقدم العزاء والتهنئة معا. العزاء والتهنئة؟ كيف يكون ذلك؟ هاته لنسمع ما يقول. ادخل يا أبا دلامة. السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات ما عندك يا أبا دلامة. عيناي واحدة ترى مسرورة بأميرها جذلا، وأخرى تزرف. أهدى لهذا الله فضل خلافة، ولذاك جنات النعيم تزخرف. أعطه يا يعقوب 10,000 درهم. بارك الله أمير المؤمنين وجعل أيامه فاتحة خير على الإسلام والمسلمين. يا أبا دلامة، يا أبا دلامة، إياك أن يغرك كرمي معك، فوالله لو بلغني أنك عاودت الشرب أقمت عليك الحد. لا يكون ذلك أبدا يا مولاي. ما الذي نبدأ به يا يعقوب؟ ليست أمور الحكم جديدة على مولاي، فقد خبرتها وأنت ولي للعهد. ولي العهد يجد الخليفة الذي يصوب له الخطأ، ولكن الخليفة لا أحد يراجعه. رحم الله القائل: العجب للسلطان كيف يحسن، ولو أساء كل الإساءة لوجد من يشهد أنه محسن. لو تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله ما زللت ولا أخطأت. أحسنت النصح يا يعقوب، أحسنت النصح. كم عندنا من أحفاد علي بن أبي طالب المحبوسين في السجون؟ أكثر من 20 واحدا.
إنهم أبناء عمومتنا يا يعقوب. لقد تذكرتهم اليوم في صلاة الصبح وأنا أتلو الآية الكريمة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ائتني بهم آخذ عليهم العهد لنا ثم أطلق سراحهم. هذا خير ما تفعل يا أمير المؤمنين. أرى أنك مسرور فقلبك مع العلويين. كيف يكون ذلك والعباسيون أصحاب الفضل علي؟ إنني أريد أن أفرج عنهم تقربا لله تعالى، ولكن هناك آخرون أود أن أقطع رقابهم تقربا لله أيضا. من تقصد يا أمير المؤمنين؟ الزنادقة وكل ملحد وكل مبتدع. لقد رأيت في منامي جدي العباس رضي الله عنه وقد أعطاني سيفين لقتل أصحاب الاثنين. تقصد أتباع ماني الذين يعبدون النور والظلمة؟ أقسمت بالله لا أترك واحدا منهم حيا ما دمت حيا. والشفاعة هي لغة الوسيلة والطلب، عرفها بعضهم بأنها سؤال الخير للغير، وقال البعض بأنها السؤال في التجاوز عن المعاصي والآثام. وما هي الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية يا إمام؟ المثبتة هي التي أثبتها الله تعالى في كتابه، وهي لأهل الإخلاص، ولها شرطان: أحدهما إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والثاني رضاه سبحانه عن المشفوع له. يقول الله تعالى في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم. أما الشفاعة المنفية فهي التي بغير إذن الله أو لأهل الشرك به والعياذ بالله. وخير شفيع لأمته يوم القيامة رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. عليه الصلاة والسلام. وهل يدخل الجنة أحد بغير شفاعة؟ نعم، يخرج الله تعالى أقواما من النار بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته سبحانه. الله 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 الله، كأنني في حلم جميل لا أحب أن أصحو منه. أيهما أعجبك أكثر، عزفي أم الغناء؟ لا أستطيع التفريق بينهما، صوتك نغمة بين النغم. كم يسعدني أن أسمع ذلك منك. صوتك شدني قبل أن أسمعه، وتعلقت به قبل أن يصافح أذني. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. بل وجدته أجمل مما تصورت. ألا يعجبك في غير جمال الصوت؟ سوف تجعلني أغار من صوتي هذا. يعجبني
جمال الصوت وكمال العقل ورقة الحديث. كم أندم على ما فات من عمر لم أعرفك فيه. أنت أعظم نعم الله. لقد أعطاني الله الملك لأجد فيه العناء، ثم عوضني فأعطاني الخيزران لأجد معها الهناء. ما الذي تعانيه في الملك؟ حدثني عن متاعبك. لا أريد أن أثقل عليك. بل يسعدني. ألست أقرب الناس إليك؟ مشاكل الحكم كثيرة لا تعد ولا تحصى. حدثني عن بعض منها. الزنادقة ينشرون إلحادهم بين الناس. لا إله إلا الله هي جوهر الإسلام، فإن ضاعت فما الذي يبقى؟ خذهم بالشدة الواجبة. كيف؟ الوزراء منشغلون بإدارتهم، وحكام الولايات منهمكون في أعمالهم، وقادة الجيش رابضون على الثغور. لا أحد يتفرغ لمواجهة الزنادقة كما ينبغي. لم لا تنشئ ديوانا خاصا بهم لا عمل له إلا تعقبهم والإيقاع بهم؟ أحسنت الرأي يا خيزران. أنشئ ديوانا للزنادقة وأضع على رأسه واحدا من أكفأ رجالي، وأسميه صاحب الزنادقة. 10 سنوات مضت يا عائشة منذ جئنا إلى هنا، أحسها وكأنها 10 أيام. هذا لأنك تعيشين معنا يا وائلة، ولأن ولدك محمدا لا يضيع وقتا دون أن يستفيد منه، والذي يستنفذ وقته في الدرس والتحصيل والعمل لا يحس بمرور الوقت. إنه يضيع بعض وقته في اللهو واللعب. ألا يكفيك أنه حفظ كتاب الله قبل أن يكمل 9 من عمره؟ أبوه رحمه الله كان يتمنى أن يراه عالما وإماما، وأنا أبذل كل ما في وسعي لأحقق ما تمناه أبوه. بإذن الله سيتحقق هذا الأمل. أماه يا أماه، مرحبا بك يا شافعي. جئتك هذه المرة ببطة. ما شاء الله ما شاء الله، جاءنا ما يكفي الغداء. كم أنا سعيدة بك يا ولدي. لقد نفذت وعدي وعليك الوفاء بوعدك. أي وعد تقصد؟ تستكملين حكايات جدي المطلب. إيه، حسبتك نسيت هذه الحكايات. كيف أنسى وجدي يا مطلب؟ هو شقيق هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ بلى يا محمد. قلت لأصحابي عن هذه القرابة، لكن بعضهم لا يصدقني. أليس عبد مناف جدي هو جد النبي؟ بلى يا ولدي. نحن إذن نتصل بقرابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه القرابة يا ولدي مدعاة للفخر والاعتزاز، شريطة أن يصاحبها التقوى. أتعلم أن أبا لهب كان عم النبي، ورغم ذلك كان أشد من توعدهم الله بالعذاب؟ نعم يا أماه، يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. بارك الله فيك يا شافعي. قرابتك يا ولدي للرسول عليه الصلاة والسلام تفرض عليك أن تحفظ القرآن وتعمل به. أفعل إن شاء الله يا أمي. أسمعني إذن سورة براءة. سأتوضأ أولا حتى أقرأ القرآن على طهارة. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. والآن قبل أن نبدأ في متابعة تحفيظكم كتاب الله، هل عند أحدكم أي سؤال؟ أنا يا شيخ نصر. قل، ما هو سؤالك؟ من هو رسول الله ومن هو نبي الله؟
رسول الله الذي أرسله الله برسالة إلى الناس، أي أنه أوحي إليه بشيء وأمر بتبليغه. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه للناس فهو نبي، وبهذا يكون كل رسول نبيا وليس كل نبي رسولا. هل فهمتم؟ فهمنا يا مولانا. هل عند أحدكم أي سؤال آخر؟ أنا يا شيخ نصر. اسأل. ما هو الدين وما معنى قوله تعالى ليظهره على الدين كله؟ من منكم يعرف الآية كاملة؟ لقد سبق لنا حفظ السورة التي وردت فيها. الآية يا شيخ نصر جاءت في 3 سور بكتاب الله. ما هي يا شافعي؟ التوبة، الفتح والصف، وقد اتفقت تكملة الآية في سورتين واختلفت مع الثالثة. كيف؟ في سورتي التوبة والصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي سورة الفتح جاءت تكملتها وكفى بالله شهيدا. أحسنت يا شافعي. هل تعرف إجابة السؤال الذي سأله صاحبك عن معنى الدين؟ الدين له معان كثيرة، المراد به هنا جميع ما نشره الله من الأحكام، ومعنى ليظهره ليعليه على الأديان كلها بالحجة والبرهان. أحسنت يا شافعي. والآن جاء دور تحفيظ كتاب الله. وصلنا عند قوله تعالى في سورة طه: قال ألقها يا موسى. رددوا ورائي. قال ألقها يا موسى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. أراك يا شافعي لا تردد معهم. أنا أحفظ هذه السورة يا مولانا الشيخ، بل أحفظ القرآن كله. تحفظه أو لا تحفظه، عليك أن تردد معه. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك. واضمم يدك إلى جناحك. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كفانا اليوم هذا القدر، ونستكمل غدا بإذن الله. انتظروا. لقد هل الشهر الجديد منذ أيام ولم يأتي بعضكم بأجر الدرس، وبعضكم أيضا لم يأتي بأجر الشهر الفائت. الدرس القادم لا يجيء أحد إلا ومعه نصف درهم أو ما يساويه من أنواع الطعام. أبي يا مولانا يمر بضائقة مالية ولا يستطيع أن يدفع المال. من لا يملك أجر الدرس فليبحث له عن شيء آخر غير العلم. أتسمعون؟ هيا.
لا تقلق يا ولدي، أسبوع واحد وأحضر لك درهما أو درهمين تعطيهما للشيخ. كيف يا أماه كيف؟ الغزل، أغزل وأبيع. هكذا تفعلين؟ فلا يجئون ما يكفي قوتنا. سوف أضاعف الجهد، كثيرا ما ينتابني الأرق ولا أجد ما أفعله. كم يحز في نفسي ما تعانينه من مشقة يا أمي. لا تنشغل بي، انشغل بنفسك. وهذا الأسبوع الذي تنقطع فيه عن الدرس حتى ندبر الأجر بوسعك أن تخرج فيه إلى الصيد. لا يا أماه، لا أحب أن أنقطع عن الدرس. ما دمت مصرا فليذهب عمك سليمان إلى الشيخ ويطلب منه أن يمهلنا أسبوعا واحدا. أخاف أن يرد طلبه، ولا أحب الحرج لعم سليمان. ما بك يا شافعي؟ لا أفتح لك بابا حتى تغلقه؟ ماذا تريد يا ولدي؟ سوف أذهب غدا إلى الدرس في موعدي. تقول إن الشيخ سوف يمنعك من الحضور. يمنعني أفضل عندي من أن أمنع نفسي. يصعب علي أن أنقطع عن العلم يوما واحدا، إلا أن يكون الأمر جبرا لا خيار فيه. افعل يا ولدي ما ترتاح إليه. أنت تقصد وجه الله وتتقي الله، وسوف يجعل الله لك مخرجا. ليس أمامنا سوى الانتظار حتى صلاة الظهر. لو جاء مولانا ولم يجدنا فلسوف يقيم الدنيا ويقعدها. وماذا نفعل حتى موعد الصلاة؟ نستعد للدرس. ما رأيك يا شافعي لو قرأت علينا ما نردده اليوم من سورة طه؟ أنت تحفظها كما قلت للشيخ، ووقفنا عند قوله تعالى لنريك من آياتنا الكبرى. هيا يا شافعي. حسنا. أعيد ورائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي. يفقه قولي. لا أعيدوها ورائي بفتح الياء وليس بضمها. يفقه قولي. يفقه قولي. مولانا قبل أن أبدأ معكم، هل جئتم بالمطلوب؟ أنا جئت به. أحضرت هذا التمر. أبي أعطاني هذا الشعير. من خلافكم لم يأتي بالمطلوب؟ أنا يا مولاي الشيخ. أنت لا تدفع شيئا يا شافعي. أنت تعاونني في تحفيظ زملائك كما كنت تفعل، ولسوف أعفيك من أجر الدرس. صرت معلما لأقرانك يا شافعي؟ كم أنا فخورة بك يا ولدي. إنما أراجع معهم ما يحفظونه من كتاب الله. لولا أنك على دراية ومعرفة ما تركك الشيخ تعلمهم. كل ما يهمني يا أماه أنه أعفاني من أجر الدرس. ما عدت بحاجة إلى درسه. مكانك الآن في مجالس العلماء الكبار، تحاورهم وتناقشهم. يا أماه، ما أنا إلا صبي يتلمس أول الطريق. وما الذي يمنعك من مجالسة العلماء الكبار؟ ما يمنعك؟ إنهم لا يسمحون للصبية بحضور مجالسهم، ولا أنا أسمح لنفسي، فليس عندي من العلم ما يجعلني أجالسهم. ألا تحب أن تكون مثلهم؟ أحب ذلك عندما يحين الوقت. إنني أقفز في الهواء فأرتفع بغير سند. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. ما هذا يا شافعي؟ هذا شعر، من أين جئت به؟ خطر ببالي فنطقت به. ما شاء الله ما شاء الله، تحفظ القرآن وتقول الشعر. أنت لا تعرف قدر نفسك يا ولدي. مكانك في مجلس العلماء الكبار.
مرحبا بك يا سالم. كيف الحال في بستانك؟ عرفت أن محصولك بفضل الله سبحانه وتعالى وفير هذا العام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تسألني وكأنك تريد الخير لي. لا حول ولا قوة إلا بالله، بل أريده لك وأعينك عليه. لقد أوصانا الله سبحانه وتعالى بالجار فقال: والصاحب بالجنب. لعلك تعمل بما أوصى به الله. ولا أفعل خلاف ذلك. لقد أمرت الأجراء في بستاني أن يسهلوا وصول الماء إلى أرضك وقت ما تريد. أنا لا أشكو من حجب الماء، ولكني أشكو من منع الخير كله. منع الخير كله؟ كيف ذلك يا سالم؟ أنت تعرف أن موسم الحصاد قد بدأ، وأنت فتحت بستانك للعامة يأخذون منه ما يشاءون دون مقابل. لقد عاهدت الله سبحانه وتعالى ألا أمنع طالبا للرزق من الحصول عليه. يحصل عليه بلا أجر. وماذا عن جارك الذي أوصاك به الله؟ وما يضيرك يا سالم أن يأخذ الناس حاجتهم؟ أو تعرف أن محصولي في بستاني قد يفسد لأنه لا يجد من يشتريه؟ وما شأني أنا بذلك؟ كيف يقصد للناس لشراء ما عندي وأنت تعطيهم كل شيء بلا حساب؟ ما قصدت إيذاك، لكنك أذيتني سواء رضيت أم لم ترضى. وماذا بوسعي أن أفعل يا سالم كي أمنع هذا الأذى؟ تبيع الحصاد للناس، هذا لو أردت المودة بيننا. لا يا سالم، لا أكسب مودة فرد وأفقد محبة المئات ودعاءهم. لو أردت ثواب الصدقة بيع المحصول للناس وتصدق بثمنه، ولكن لا تعطي للمحتاجين وغير المحتاجين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا سالم، يقول الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. والكرم يا أخي من الإحسان. هذا ليس كرما ولكنه سفه. عفوا يا أخي، لو لم تكن في داري وفي استضافتي لاستطعت أن أرد عليك. يا ليث، أنت معني بالفقه والعلم، لا علم لك بالتجارة والمعاملات. خذ بما أقوله لك. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل العبادة الفقه. أنت مصمم إذن على أن تعطي الناس محصولك لتفسد زرعي. خصلة الكرم طبيعة ورثتها عن آبائي وأجدادي ولن أتخلى عنها. والله الذي لا إله إلا هو، لو عرفت أن الكريم لا أجر له ما توقفت عن الكرم حبا فيه. أنت مصمم إذن على معاداتي. حسن، لكنك لا تحسن تقدير خصمك. بوسعي أن أكشف للناس ضآلة علمك وفساد فقهك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو كان علمي ضئيلا وفقهي فاسدا لرحبت بمن يكشفه لي وللناس. يا ليت، عليك أن تعيد حساباتك. لا تنسى أن الوالي الذي كان يساندك قد خلعه الخليفة وتولى غيره من أبناء عمومتي. لا أظنه يساندك ليخذلني. يخاف الله لا يخاف من أحد سواه. ما بك يا شافعي؟ أراك تجلس مفكرا. لم تحدثيني عن غزة بما فيه الكفاية يا أمي. هل تفضل لو بقينا هناك؟ رغم أنني لا أذكر غزة إلا أنني أحن إليها. وكيف كان سيكون حالك لو بقينا هناك وقد كبرت ووعيت كل ما حولك؟ إنها جميلة جدا يا محمد بكل ما فيها. ولولا ما ألم بنا يا ولدي
ما تركناها. ما كنا نستطيع أن نظل فيها بمفردنا بعد وفاة أبي. أعرف هذا. والآن أريد أن أعرف ما هي أخبارك في الدرس والتحصيل. الحمد لله يا أمي، وأتمنى لو كان أبي حيا ليفرح بما وصلت إليه. أبوك عند ربه يا محمد، وهو هناك يفرح بما تعمل. هيا يا ولدي، تناول غداءك. عندنا ما يؤكل؟ لبن وتمر، أتشتهي شيئا آخر؟ من أين لنا اللبن والتمر؟ أجاء به عمي سليمان؟ أنا لا أحب أن يعولنا أحد. اللبن والتمر اشتريتهما بعدما بعت الغزل. أي غزل؟ لقد بعته أول أمس. أرقت الليلة الماضية، فشغلت نفسي بغزل جديد حتى الصباح، وبعته صباح اليوم. كم أشفق عليك يا أماه من هذا الجهد. ما هو بجهد يا ولدي، ولكني أقطع الوقت بالعمل. أتعرفين يا أماه، وددت لو ادخرنا شيئا نقدمه للشيخ الذي يعلمني. لو أن عندنا ما نعطيه إياه ما ترددت. قل له أن يمهلنا بعض الوقت. عمي سليمان يستطيع أن يطلب ذلك، إنه يتردد على مجلس الشيخ ليسأل عني. سليمان صاحب مروءة ويعاملك كأنك ولده، وعائشة أخته لا تتوقف عن السؤال عني. بارك الله لهما. يقول عمي سليمان إنه سوف يأخذني إلى بستان أحد معارفه لأعمل به، وترتاحي يا أماه. أتحب ذلك يا محمد؟ أريد أن أخفف عنك يا أماه. أما قلت لي إنك تجد نفسك في التعليم والدرس؟ كيف تعمل وتدرس؟ نحن بحاجة إلى الطعام، وأنت لا تقبلين عطايا الأهل. القوت شأني والعلم شأنك. عليك أن تكون كما وعدت أباك، وكما تتمنى أنت لنفسك. ألا تريد يا ولدي أن تكون عالما كالإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الليث بن سعد؟ ألا ترى منزلتهم الرفيعة عند الناس وعند الأمراء والخلفاء؟ والله لا أطلب العلم ليرتفع قدري بين الناس، ولكني أطلبه سبيلا إلى الله. ما يمنعك من الزواج يا وائلة؟ أتزوج الآن؟ ما زلت في مقتبل العمر، وأنت بحاجة إلى من يعولك ويعول ولدك الشافعي. بالله عليك يا عائشة، لا أحب سماع حديث كهذا. كيف يكون لي رجل آخر بعد إدريس؟ ليس حراما ولا عيبا، الزواج سنة مؤكدة في الإسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يخطب لأرامل الشهداء بعد مقتل أزواجهن في الغزوات، ويزوجهن بعدما تنتهي العدة. أنا راضية بحياتي كما أعيشها الآن. آمالي كلها في ولدي، أربيه وأعلمه على خير وجه. إنما أطلب منك الزواج لأجله. الشافعي بحاجة إلى أب يرعاه ويأخذ بيده. أنت لا تعرفين الشافعي، كم كان يحب أباه، وما أظنه يرضى عنه بديلا. سليه عن رأيي، أين هو؟ أحدثه بنفسي. إنه نائم في سريره. هو عادة ينام بعد صلاة العشاء، ويبدأ يومه مع صلاة الفجر. دعي لي أمر ولدك، فما رأيك؟ هلا تركت هذا الحديث إلى موضوع آخر؟ لو عرفت من يطلبك ما زهدت الزواج. أخي سليمان يلح علي في زواجك به، فماذا تقولين؟ سليمان يطلبني؟